مرحبا بكم في قناة سعيد تيفي. المرجو اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس. انت طلعتي بالفلوس، رئيس حكومة طلع بالفلوس. انت في كل مرة خرجتي قلتي كارثة سياسية. انت بغيتي تربي المغاربة، هذا ماشي من حقك ولو تكون رئيس حكومة. ما انا باغي تعطينا العصا السي عزيز، ما عندكش الحق. ففين غادي؟ عارف راسك فين غادي؟ غير قول لي شنو بغيتي. غدا الدولة تلقى راسها فاس مع المجتمع. نعاود نرجعوا ل 20 فبراير. الرئيس ديال الحكومة خصو يكون عنده شخصية سياسية. عمر السي عزيز أخنوش ما دخل شي حزب سياسي، ولا تربى وسط منه، ولا ناضل وسط منه، ولا عانى مع الناس على وده، ولا عانى مع المناضلين ديالو، ولا عرف يحل شي مشكل سياسيا. هو في النهاية إذا تجاوزنا عن كل شيء رجل أعمال تحيط به شبهات. انت كتعجز باش تدافع على السياسات ديالك. انت في كل مرة خرجتي قلتي كارثة سياسية. انت بغيتي تربي المغاربة، هذا ماشي من حقك ولو تكون رئيس حكومة. الناس المغاربة كيعرفوا شنو هي التربية. ما انا باغي تعطينا العصا السي عزيز، ما عندكش الحق. انت رئيس حكومة خصك تعرف تهضر مع الناس. والدولة الا بغات تضرب ما تحتاجكش انت. هي هذيك يعني يمكن عندها الوسائل باش ديرها، انت ما عندكش. كيف غدير باش تربينا، تربي الشعب وتربي المجتمع؟ ماشي غير هادي، مرات ومرات. فكيفاش غتواجه المجتمع؟ واش من خلال المواقع الاجتماعية اللي شريتي؟ طبعا عندك الفلوس وطبعا تدير بهم اللي بغيتي. وانا كنقول لهم علاش كتعيبوا على السي عزيز الفلوس راه داكشي اللي عنده. شنو عنده؟ ما عنده ثقافه، ما عنده ايديولوجيه، ما عنده ماضي تاريخي، ما عنده حزب سياسي. باش غادي يواجه هذا الشعب هذا المجتمع؟ هذا الشعب تيعرفوا يواجهوه، يشرحوا له شنو كيديروا. اذا انت السي عزيز علاش عوال؟ الدوله ما محتاجه لكش انت ولا الامثالك. تكونوا وزراء مزيان، انت مولاي حفيظ، السي بن شعبون، هادو ما عندي مانع انا شخصيا. بالعكس انا اثني على عملكم بصفه عامه، وخصوصا على السي بن شعبون ولا مولاي حفيظ، ما عندي ما نقول. ولكن رئاسه الحكومه خصها نوع اخر ديال الناس اللي تيكونوا سياسيين، واللي تيتحملوا المسؤوليه، واللي تيكون عندهم ماضي كيدافع عليهم، واللي ملي كيتكلموا كيسمعوا لهم الناس، كتجاوبوا معاهم. انت طلعتي بالفلوس، رئيس حكومه طلع بالفلوس. وانا ما عمرني كنعقل في المغرب شي رئيس الحكومه طلع بالفلوس. كانوا رؤساء حكومه طلعوا مما كانوا يسمى بالاحزاب الاداريه، ولكن كان السلوك ديالهم ولا حتى الامكانيات ديالهم ما كتسمح لهمش يطلعوا بالفلوس. اللي كان من الاثرياء في رئاسه الحكومه هو السي كريم العمراني، وما السي كريم العمراني ما كان في حتى شي حزب سياسي. علاش عوال؟ ففين غادي؟ عارف راسك فين غادي؟ غير قول لي شنو بغيتي. غدا الدوله تلقى راسها فاس مع المجتمع. نعاود نرجعوا ل 20 فبراير. شي معقول؟ حنا قلنا صافي خرجنا من الواد ونشفوا رجلينا. السيد عزيز، رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة، ليس حولها شبهات، لا ب 17 مليار ديال الدرهم، ولا بغيرها، ولا بأكثر منها، ولا بأقل منها، ولا في سبب توسع ثروتها، ولا في أي شيء من كل